يعني طبعا انا جيت لقيت الزحمه من الصبح، وفي بعض المكاتب مقفوله. يعني انا كنت في الشيخ زايد الصبح، المكتب في الشيخ زايد مقفول. نزلت على شغلي وبعد كده عرفت المكتب هنا شغال وجيت، وتقريبا اخدت حوالي مثلا بتاع ساعتين. بس انا سمعت ان هي اسعارها مناسبه، تقريبا تكلفه الوحده كلها حوالي 154,000 تقريبا. المقدمه هي زادت برضه، المقدمه كانت الاول 5000 دلوقتي وصلت 9000. المقدمه نفسها زادت وقيمه الشقه كايجار زادت، بس هو ده يعتبر المتوفر حاليا يعني. انا عندي 47 سنه وقاعد في شقه ابويا. انا ما كانش قدامي في اي فرصه في اي حاجه قبل كده، هي دي انا اول مره في حياتي يعني انا اتقدم لحاجه زي كده. وعشمان في ربنا ان الاقي حاجه. انا قاعد في بيت ابويا لغايه دلوقتي ومعايا ولدين. يعني عمرنا كله راح وما كانش فيه اي فرصه للحياه ولا اي حاجه زي كده. بس وده اخر فرصه قدامي، انا بعد كده ما فيش اي حاجه تاني. لسه بالنسبه لبره الشروط كويسه والمقدمه كويسه والقسط كويس مريح. انت ايجار اقل شقه بره دلوقتي 800 جنيه، وبتدفعي برضه 50,000 جنيه عشان تاخدي شقه عقد مفتوح، لان الايجار المؤقت ده كل 3 سنين والعيل يبقى بره. يعني كمان اللي في ناس زمايلي قدموا استلموا السنه اللي فاتت، انا ما كنتش مقتنعه بحاجه زي كده يعني. بس لما لقيت زمايلي استلموا قلت اعمل محاوله واقدم، واللي فيه الخير يقدمه ربنا.